اليوم أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس العالم للأندية مع انطلاق المباراة الأولى، حيث أعلن الأرجنتيني مارسيليو جياردو المدير الفني لنادي اتحاد جدة تشكيل الفريق الرسمي اليوم للمواجهة من المباراة التي انطلقت اليوم في كأس العالم للأندية، حيث كان التشكيل على هذا النحو: في حراسة المرمى مارسيليو جروهي، وأتى بخط الدفاع حسن قادش وزكريا عساي وأحمد حجازي ومحمد الشنقيطي. أما عن خط الوسط اليوم فقد لعب اللاعب نجولو كانتي وفابينو وفيصل الغندي وإيجور. أما عن خط الهجوم فاللاعب المتميز كريم بنزيما. ويذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، وسيواجه الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في دور ربع النهائي.